أنت لو عايز تكون ناجح في صناعة المحتوى أو في المجال الرياضي أو العلمي، فدي حاجة جميلة جدًا، ولكن عشان تسهّل تحقيق الهدف ده، فلازم تغيّر حاجة واحدة بس في نظرتك عن الشغل والنجاح، وهو ده اللي هنتكلم عنه. بس قبل ما نبدأ صَلّ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنت مفوّت فرض فقوم صلّيه الأول، بعد كده ارجع كمّل الفيديو ده، ويالّا بينا نبدأ الفيديو. لو أنت عايز تحقق هدف كبير زي إنك أنت توصل ل1.000.000 مشترك أو تعمل $1.000.000 أو إنك أنت تكسب في مسابقة رياضية، فأنت أول حاجة لازم تعملها هي إنك أنت تنسى الهدف ده خالص. ممكن تستغرب كلامي شوية وتفتكر إن أنا باحاول أحطّمك وأحبطك، ولكن ركّز أوي معايا في الحتّة اللي جاية دي. أنت لو فضلت حاطط في دماغك الهدف، فأنت أي تقصير منّك أو انتكاسة بسيطة جدًا هتحطّمك فعلًا نفسيًا ومش بعيد تخلّيك تستسلم. ومش بس كده، أنت لو فضلت مركّز على الهدف، فأنت هتذاكر أو هتتمرّن أو هتشتغل وأنت متقدّر ومش طايق الشغل ده، وبتعمله عشان هو بس الوسيلة اللي توصّلك للهدف بتاعك. وأنا ولا عايزك تبقى هَش جدًا قدّام الفشل لدرجة إنّك أنت ممكن تستسلم مع أبسط انتكاسة أو أبسط تقصير، ولا أنا عايزك تبقى قاعد بتعمل الشغل اللي لازم تعمله ده وأنت متقدّر ومش طايقه. وهنا بقى الحل، بس ركّز معايا واسمع الكلام ده للآخر عشان تستفاد بمعلومة كاملة وما تاخدهاش ناقصة. بُص بقى، أنت هتنسى الهدف خالص زي ما قُلت لك، وهتخلّي الشغل اللي أنت بتعمله ده هو الlife style بتاعك، وهتبطّل تبُص له على إنه الوسيلة اللي بتوصّلك للهدف بتاعك. يعني مثلًا أنت دلوقتي لو صانع محتوى أو عايز تبقى صانع محتوى ناجح، فأنت لازم تتأقلم على الlife style بتاع صانع المحتوى، وتخلّي صناعة المحتوى هي الlife style بتاعتك أو هي حياتك بمعنى أصح، وتضبّط روتينك ويومك على كده، وتنسى بقى خالص الهدف بتاعك، سواء كان إنك توصل 100.000 مشترك أو مليون. وأنا الحمد لله استوعبت الفكرة دي بس كان بعد شهرين من بدايتي في اليوتيوب. يعني أول ما بدأت كان هدفي إن أنا أوصل 10.000 مشترك، وكنت باتعامل مع الفيديوهات اللي باعملها على إنها هي الوسيلة اللي توصّلني للهدف ده، ونتيجة العقلية دي كنت باعمل الفيديو وأنا متقدّر، وأكبر هَمّي هو المشاهدات والمشتركين فقط. وده طبعًا ليه أثر سلبي كبير جدًا، هو إن أنا دلوقتي لمّا كنت باعمل فيديو ما يجيبش reach وما يجيبش مشاهدات، كنت باحس بفشل وإحباط، وكان فعلًا الموضوع ده بيأثّر فيّا نفسيًا، لدرجة إن أنا ساعات كنت بافكّر إن أنا أبطّل يوتيوب. ولكن لمّا غيّرت نظرتي عن الموضوع ده بإن أنا أعيش الlife style بتاع صناعة المحتوى، وأنسى بقى الهدف وأنسى النتايج بتاعة الحاجات اللي أنا باعملها، ساعتها بقى فرق معايا جدًا الموضوع ده، إن أنا لقيت إن الشغل بقى أسهل وأخف على القلب. هو أيوه بيحتاج مجهود وبيحتاج تركيز، ولكن الواحد ما بقاش بيعمله وهو حاسس إن هو متقدّر ودايس على نفسه وغاصب نفسه. يعني بقيت أعمل الشغل ده بحُب، يعني اللي هو مش كارهه ومش حاسس إن هو بس إيه بامشّي حالي عشان هو ده الوسيلة اللي توصّلني للهدف، لأ، بقى هو ده الlife style بتاعي. وبرضه لمّا غيّرت نظرتي بقت النتائج مش فارقة معايا أوي، يعني سواء الفيديو جاب reach أو ما جابش reach فالموضوع ما بقاش فارق. يعني ما بقيتش باتأثّر نفسيًا ولا إيجابيًا ولا سلبيًا بالمشاهدات والكلام ده كلّه. أنا أهم حاجة عندي هو إن الأسبوع يخلص وأنا مخلّص الفيديو بتاع الأسبوع ده. وأنا لمّا شِلت الهدف من دماغي لقيت إن القناة بدأت تكبر أسرع من الأول. ولكن في ملحوظة مهمة جدًا، هي إنّك أنت ماشي دلوقتي ما بقاش فارق معاك النتيجة، وبقيت بتعمل الشغل ده بحُب وسعادة وما بقاش تقيل عليك. ولكن أنت لو لقيت نتائج سلبية وغالبًا بتكون أنت السبب فيها، هنا لازم تعمل حاجة معيّنة. هو أيوه ما تخلّيهاش تأثّر عليك سلبيًا، ولكن ركّز على إنّك أنت تحسّن النتيجة دي. يعني أنا ما اعملش فيديو ما يجيبش مشاهدات واروح أعمل الفيديو اللي بعده نَفْسه بالضبط بنفس الطريقة، طب ما طبيعي هيفشل هو كمان. أنا طبعًا هاحاول أحسّن الغلطات اللي عملتها في الفيديو عشان الفيديو اللي بعده يكون أحسن، ولكن أنا باعمل كده وفي نفس الوقت أنا مش متأثّر بفشل الفيديو اللي فات، لإنّك أنت بالعقلية دي المفروض ما يفرقش معاك الأرقام، ما يفرقش معاك النتيجة نهائيًا، ولكن تحاول تحسّن شغلك لو النتيجة سلبية بسببك أنت. فتلخيصًا للكلام اللي أنا قُلته، أنت لازم تعمل الحاجة دي كlife style مش للهدف النهائي بتاعها. استمتع بالرحلة وعيشها صح، والرجل اللي بيحب الرحلة هيسعى وهيمشي أكتر في المشوار ده أكتر من الرجل اللي بيحب الهدف النهائي. وخلّيك عارف الكلام ده، وخلّيك أنت الرجل اللي بيحب الرحلة. فعيش رحلة نجاحك صح، وتبنى الlife style بتاع الشغل المطلوب لتحقيق الهدف بتاعك، وما تركّزش على الهدف، وأنت إن شاء الله لوحدك من غير ما تاخد بالك هتعدّي الهدف اللي أنت كنت عايزه إن شاء الله. وبس كده، السلام عليكم.